تناولنا جدول أعمال المتكون من 7 نقاط. 3 النقاط الأولى مرتبطة فيما بينها، و3 نقاط ثانية مرتبطة مرة أخرى فيما بينها، والنقطة السابعة تشتمل على 3 مشاريع تعديل أو ملاحق تعديلية لاتفاقيات سابقة مرتبطة أيضا فيما بينها. فبالنسبة للنقطة الأولى والثانية والثالثة فتتعلق بإحداث الشركة الجهوية للخدمات وكذلك المساهمة في رأس مالها، وكذلك التركيبة ديالها والمصادقة على القانون ديالها والإحداث ديالها بصفة عامة، بعدما سبق لبعض الجهات أن صادقت على إحداث هذه الشركة في دفعة أولى 4 جهات، وفي هذه الدفعة الثانية كاين 4 جهات، على أن تتم ال4 جهات الباقية إن شاء الله وفق برنامج زمني محدد من طرف وزارة الوصية ووزارة الداخلية. فيما يتعلق بالنقط الثلاث الأخرى فهي مرتبطة بإحداث شركة فاس الجهة للتهيئة، أي شركة ستعنى إن شاء الله بتتبع وإنجاز المشاريع على مستوى الجهة. تم هي الأخرى كذلك المصادقة على إحداثها، قانون إحداثها، وعلى كذلك المساهمة فيها، وأيضا على جميع العناصر اللازمة لاشتغالها ولإرساء قواعد عملها. هذه الشركة التي نأمل أنها إن شاء الله ستساهم في تجويد الخدمات المقدمة للتراب بالجهة كله، على أساس أنها ستبدأ اشتغالها بمدينة فاس نظرا للإكراهات الزمنية والارتباطات بالاستحقاقات ديال 2025 و 2030 الاستحقاقات الدولية اللي غتكون منها الانطلاقه ان شاء الله ديال هذه الاشغال، بل هناك بعض الاشغال اليوم في طور الانجاز كما تعلم ساكنه مدينه فاس وساكنه الجهه. فيما يتعلق بالملاحق التعديليه فهذه الملاحق ايضا هي تنص على تجويد خدمات في مجال التعليم وفي مجال الرياضه. فيما يتعلق بمجال التعليم تنتحدث على كذلك على إعادة التعديل ديال الاتفاقية الخاصة بالتعليم الأولي، على أن تشمل من ضمن الأولويات ديال هذه السنة إن شاء الله التي نحن بصددها كذلك التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي، نظرا لما يعرفه هذه الفئة وما تعرفه هذه الفئة من خصاص على مستوى التلقين وعلى مستوى تلقي الدروس بشكل طبيعي. فيما يتعلق كذلك دائما بالمجال ديال التكوين وهو إحداث قاعة المؤتمرات اللي وقع تعديل أيضا على الاتفاقية المحدث لها من حيث التركيبة المالية، من حيث التصور المعماري، ومن حيث السعة كذلك ديال هذا قصر المؤتمرات، وحتى يستجيب إن شاء الله لمتطلبات مدينة فاس وجهة فاس مكناس أوليا. فيما يتعلق بالجانب الرياضي هناك أيضا ملحق تعديلي للاتفاقية السابقة بإحداث قاعة متعددة الرياضات التي كانت عبارة عن أرينا كما كانت تسميتها في الاتفاقية السابقة، وأصبحت اليوم قاعة من الحجم الذي يليق بمدينة فاس ويليق بجهتنا، بحيث بطاقة استيعابية تصل ما بين 6000 و 7000 كرسي، وقابلة أيضا لممارسة أنواع من الرياضة متعددة كالفوتسال وغيرها، بالإضافة إلى أنها توفر فضاء لاستقطاب كذلك لإنجاز بعض التظاهرات التي ربما قد لا يسعف الجو أو لا يسعف طبيعتها إقامتها في الهواء الطلق، لتكون إن شاء الله فضاء يستغل في هذا المجال أيضا على مستوى الثقافي. شكرا.